الناس مش عارفة عن السيدة زينب غير مسجد السيدة زينب اللي في ميدان السيدة، كبابجي الرفاعي، طرب والكفتة والطحينة وبتاع، أول قنبلة كرنك بس، والمولد. طب مين يا جدعان السيدة زينب؟ في كتير من الناس مش عارفة هي مين. الفيديو ده فيه حقائق تاريخية من حق أي حد يكتشف إن في حاجة محتاجة تصحيح بكل صدر رحب يخش في الكومنتات يكتب ويقول يا جماعة الصح هو كذا كذا كذا، بس يكتب المرجع اللي استند عليه وهو بيصحح المعلومة. وبالمناسبة كل المراجع اللي بنينا عليها المعلومات التاريخية هنحطها في الديسكريبشن عشان أي حد يقدر يرجع لها، ومفيش أي معلومة جايبينها من عندنا، كلها معلومات من مجموعة من المراجع والمؤرخين اللي كتبوا عن فترة أو حقبة زمنية معينة. يعني من فترة كده قليلة، وبما ان انا راجل بحب السيما، فكنت قاعد اقرا روايه قنديل ام هاشم، طبعا الكاتب الكبير يحيى حقي. وانا بحب دايما انه الافلام اللي اتعملت على الروايات ورواياتها موجوده في السوق ان انا اقرا الروايه واتفرج على الفيلم عشان اقدر اعرف الروايه فين بقى من الفيلم، والفيلم فين من الروايه، والناس ازاي بيقدروا يعملوا معالجه لروايه في فيلم ساعه ونص ساعتين وتبتدي شخصيات تتحرك وهكذا. المهم انه للي ما شافش الفيلم او ما قراش الروايه، ومهم قوي الحقيقه الناس تتفرج على الفيلم حتى اللي ملوش تقل على القرايه للاسف، يعني يا ريت يشوف الفيلم لانه فيلم من علامات السينما المصريه. يعني هو بيتكلم عن الصراع بين الحقيقة العلمية والمعتقدات الإنسانية والدينية وهكذا عندنا يعني كمصريين، وإزاي شكري سرحان اللي راح درس الطب العيون بره الرمد رجع مصر يعالج سميرة أحمد فلقاها بتقطر في عينيها من زيت القنديل بتاع مسجد أم هاشم، زيت القنديل اللي بينور، الزيت اللي مليان هباب زي ما هو قال، بتقطر في عينيها ومتخيلة انه ده هيشفيها. لكن طبعا ما حصلش الكلام ده، ورجع وكسر القنديل. يعني حدوته كده لطيفة قوي بتبين الصراع ده. المهم الفيلم مش هو القضية ولا الرواية. القضية ان انا لما قعدت اتكلمت مع كتير من اصحابنا وكده، يا جماعة هو انتوا عارفين مين ام هاشم اللي هو بيتكلموا عليها دي؟ الناس قالت لا فعلا محدش عارف. احب اقول لكم انه ام هاشم الفيلم كان بيقول ان الناس بتتبارك بزيت القنديل بتاعها هي السيدة زينب رضي الله عنها، واللي المسجد بتاعها اللي هو مسجد السيدة زينب اللي موجود دلوقتي في ميدان السيدة. الصدمة بقى ما كانتش هنا، ده في ناس كتيرة جدا مش عارفة عن السيدة زينب غير مسجد السيدة زينب اللي في ميدان السيدة، كبابجي الرفاعي، طرب والكفتة والطحينة وبتاع، أول قنبلة كرنك بس، والمولد. طب مين يا جدعان السيدة زينب؟ في كتير من الناس مش عارفة هي مين. مثقفين بقى وقاريين ودكاترة على مهندسين على مش عارف ايه، ما هماش عارفين مين هي السيدة زينب، واللي الضريح بتاعها موجود والمقام بتاعها، واللي كل سنة في رجب ناس بتسافر من الأقاليم عشان تروح تحضر المولد بتاع ستنا زينب اللي اتعمل عليها فيلم قنديل أم هاشم، واللي المصريين واضح من الفيلم ان هم متعلقين بيها جدا وبيحبوها بشكل غير طبيعي. السيدة زينب أبوها سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أمها فاطمة الزهراء رضي الله عنها، جدها سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هي حفيدة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، واخواتها الحسن والحسين سيدة شباب الجنة. أقاويل قالت هي جت مصر، يا جماعة ما جتش مصر. أغلب المؤرخين والمراجع قالت إنها جت مصر وعاشت في مصر 9 شهور 10 شهور، ناس قالوا سنة. هي اتدفنت هنا؟ لا ما اتدفنتش هنا، اتدفنت في دمشق، اتدفنت في البقيع. لكن برضو في كتب كتيرة جدا ومراجع تاريخية كتيرة جدا بتقول إنها اتدفنت هنا في القاهرة، في المكان في الضريح بتاعها أو القبر بتاعها اللي موجود حاليا في ميدان السيدة زينب. السيدة زينب لقبت بألقاب كتيرة جدا من كتر حب الناس فيها. أم هاشم، أم العواجز، رئيسة الديوان، الطاهرة، الشريفة. لقبت مثلا بأم المصائب لأنها حضرت مصائب كتير جدا، حضرت وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، حضرت وفاة أمها فاطمة الزهراء، حضرت استشهاد أبوها سيدنا علي بن أبي طالب، حضرت وفاة الحسن، حضرت أحداث كربلاء وشافت دم الحسين. طب هي جت مصر ليه وإزاي وإمتى؟ أيام فترة الخلاف بين سيدنا علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان في فترة الدولة الأموية، حضرت اللي حصل في كربلاء،
وشافت دم اخواتها وال70 رجل اللي كانوا معاهم، ولما قطعوا رؤوسهم وحطوها على أسنة الرماح ومشوا السيدة زينب إلى الكوفة. راحت بعد كده المدينة، وفي المدينة يزيد بن معاوية كان عنده صداع من ستنا زينب، لأنه عارف إن الناس بتحبها والناس بتسمع كلامها ومتعلقة بيها جدا، وعارف قد إيه هي ست قوية صلبة طيبة حنينة على الناس. لما يزيد بن معاوية حس إنها هتبتدي تثير الناس عليه، قال لها خلاص ده كده كفاية عليكي، وشوفي لك مكان تاني تروحيه. لا هينفع تيجي تعيشي في العراق ولا الشام ولا كده، ولا ينفع تفضل عندك في المدينة. ساعتها اختارت تيجي مصر، واتقالت لها ساعتها المقولة الشهيرة جدا: اذهبي إلى مصر فإن فيها أناس يحبونكم في الله لقرابتكم لرسول الله، وإن لم تجدي في مصر سكنا فستجدي في أهلها موطنا ومسكنا. وجت فعلا مصر، والمراجع التاريخية بتقول إنه الناس لما عرفوا إنها جاية مصر طلعوا يستقبلوها بالأغاني والدفوف وأناشيد، والناس تزغرط والعالم سابت بيوتها واللي وراها واللي قدامها وطلعت عشان تستقبلها. بيحبوها جدا. والحقيقة انه علاقة المصريين بآل البيت علاقة مليانة حب شديد جدا. المصريين بيحبوا آل البيت جدا، بيحترموهم وبيعتقدوا فيهم جدا. وهنا يبتدي يظهر بقى هو ليه الكاتب الكبير يحيى حقي شاف انه قنديل ام هاشم ده الناس يا عيني مجننها، الزيت اللي مليان هباب وبتقطر في عينيها، الناس متخيله انه قنديل ام هاشم، قنديل ستنا زينب. لما جت مصر كان والي مصر ساعتها اسمه مسلمة الأنصاري، قعدها في المكان ده، بنى لها بيتها في المكان ده كان اسمه الحمرة. قعدت في المكان ده، كانت بتستقبل الناس، والناس كانت بتروح لها ويتكلموا في الدين وتعمل لهم مجالس علم، لحد ما سموها رئيسة الديوان، لأنه يعني قاعدة وحواليها يعني هي رئيسة الديوان. المراجع ما قالتش بالظبط المسجد اتبنى امتى، لكن الأغلب المراجع بتقوله إنه المسجد لما ستنا زينب اتوفت اتبنى مسجد على الضريح بتاعها في نفس مكانه دلوقتي اللي هو في ميدان السيدة. وبعدين اول حد بنى المسجد بوضعه انه يبقى مسجد يعني معماري وكده كان والي مصر العثماني علي باشا. الكلام ده سنة 1570. وبعدين جه عبد الرحمن كتغدة سنة 1768 كبر المسجد وزود مساحاته. وبعدين سنة 1940 وزارة الأوقاف المصرية هدت المسجد وبنت مسجد من أول وجديد على أقرب ما يكون لهيئته اللي موجودة دلوقتي. بالمناسبة مسجد السيدة زينب اللي هو اللي في ميدان السيدة دلوقتي لا يندرج في مصر تحت الآثار الإسلامية، لأنه مبني سنة 1940 بما أنه اتهد واتبنى سنة 1940. فالمعلومات اللي قريناها واللي قدرنا نجيبها انه لا يندرج تحت الاثار الاسلاميه، لانه ما عداش عليه لسه 100 سنه. لو حد عنده معلومه يقدر يصححها لنا يبقى كتر خيره يعني. الحقيقه انه يعني انه ام هاشم، ومش باين لغايه دلوقتي هم ليه سموها ام هاشم، لكن ستنا زينب رضي الله عنها ام العواجز. الحقيقه انه مسجد السيده زينب اللي موجود دلوقتي في ميدان السيده من اهم مراكز الطرق الصوفيه في مصر. المولد بتاعها اللي بيتعمل في شهر رجب الناس بتجيه بتقعد تفرش وتاكل وتشرب وتاكل الغلابه، وتعمل اللي يعمل فول نابت، واللي ربنا مقدره يذبح ويوزع لحمه وعيش ولحمه، واللي على قده شويه يوزع مش عارف. يعني الناس بتحب ستنا زينب جدا. كفايه قوي اننا نعرف انه في ناس بتعيش حياتها كلها، بالذات الناس اللي عايشين في الاقاليم، بالذات الناس اللي عايشين في الاقاليم البعيده قوي عن القاهره، واهالينا الطيبه اللي حالتهم يعني الماديه مش قد كده، لكن مؤمنين جدا بأم هاشم. يعني بيعيشوا سنين وممكن يموتوا هم بيحلموا باليوم اللي يروحوا فيه
للمسجد يزوروها أو يجوروها يعني. وزارة الأوقاف في مصر من كتر ما عرفت قيمة مسجد السيدة زينب، من قيمة صاحبته عند المصريين طبعا، قررت سنة 1960 إنها تكبر المسجد وتضيف له بقى ساحة الكبيرة اللي موجودة دلوقتي، لأنه في وقت المولد كل الطرق الصوفية في مصر بتتواجد هناك. الطريقة الرفاعية بقى، الجعفرية، الشاذلية، كل الطرق الصوفية بتروح مولد ستنا زينب. وبيبقى المولد فترة جميلة وممتعة جدا، بتبقى فترة المولد ده موسم يعني زي ما بيقولوا. حلقات ذكر بقى وجلسات، مجالس دين وقراءة قرآن، وناس بتروح توزع على الفقراء والغلابة والمساكين نفسهم بيروحوا هناك، هم طول الوقت قاعدين هناك عند ستنا زينب. زينب بنت علي بن أبي طالب، بنت فاطمة الزهراء، حفيدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأخت الحسن والحسين، أم العواجز، رئيسة الديوان الطاهرة أم هاشم.